من وانا صغيره يا جماعه وانا بعشق حاجه اسمها شاورما لحمه اللي هي في عيش كايزر دي، وكان نفسي قوي اتعلم طريقه ليها في البيت وتطلع شبه بتاعت بره، فقررت بقى ان انا هجربها المره دي. فاول حاجه بقى انا حاولت اوصل لنفس التقطيعه اللي احنا بنشوفها، مش مجرد شرايح صغيره كده وخلاص. فقلت بقى هجربها في الكبه ويا رب ما تتكسرش. دي يا جماعه اللحمه اللي انا هستخدمها هي تقريبا انتركوت. بصوا انا جمدتها جدا، يعني لسه مطلعاها من الفريزر. انا عايزاها تبقى كده علشان انا هجرب اعملها في الكبه، فيا رب الكبه ما تتكسرش. انا بجد يا جماعه كنت مرعوبه ان الكبه تتكسر او يجرى لها حاجه، بس قلت بسم الله الرحمن الرحيم ورحت حاطه اللحمه وما صدقتش نفسي وهي بتنزل شرايح كده زي ما انا عايزه. بس انا مش عارفه اقول لكم تجربوا ده ولا لا، على حسب بقى الكبه بتاعتكم بتقدر تستحمل قد ايه. ولو حاسين ان الكبه مش هتستحمل قوي ممكن تسيبوا اللحمه تفك شويه وتجربوا برضه. المهم بقى تعالوا نعمل التتبيله بقى بتاعت اللحمه علشان واحنا بنسويها كده يبقى ليها طعم. بشرت بصلايه بقى وحطيت عليها فلفل اسود، وكمان حطيت عليها توابل لحمه وبس كده. وطبعا يا جماعه الملح، حتى لو انا نسيت ان انا اقول لكم تحطوا ملح، اكيد دي حاجه بديهيه حطوا ملح. المهم بقى قطعت بصلايه وكمان طماطمايه، وعملت بقى اهم حاجه في الليله دي هي الطحينه. انا لحد دلوقتي بفكر اوصف لكم انا بعشق الطحينه قد ايه. انا بجد باكلها مع اي حاجه والله، يعني لو في خيار هاكل الخيار هاكل خيار بطحينه، لدرجه بجد ان ماما دايما بتناديني وهي في المطبخ: ايمان تعالي اعملي الطحينه، بس دي شغلتي. المهم يعني الطحينه دي حاجه سهله جدا، شويه ملح على الطحينه وكمان كمون وبابريكا وشويه خل، وبنقلب كل ده مع بعضه وشويه ميه بقى عشان نخفها. بعد بقى ما سبت اللحمه نص ساعه عشان تتبل في ميه البصل وكل الكلام ده، نزلتها في الطاسه. وخلي بالكم يا جماعه ما تقلبوهاش، سيبوها زي ما انا بعمل كده. ولما حسيت ان هي خلاص خدت لون من تحت فقلبتها بالراحه جدا، بصوا زي ما انتم شايفين. والحركه دي يا جماعه علشان تتحمر كده شويه زي ما بنشوفها على سيخ الشاورما، بس احنا هنا طبعا بنعملها في الطاسه. استنوا بس عليا انا هبهركم، استنوا بقى الجاي وشوفوا ايه اللي هيحصل. ولما خلاص بقى اتاكدت ان هي استوت، نزلت شويه بصل وشويه طماطم وقلبتهم مع بعض. في الخطوه دي بقى قفلت النار. ليه بقى؟ مش احنا لما بنيجي نشتري الشاورما من بره بنلاقي ان الطماطم كده لسه مش نيه يعني، مش عارفه اشرحها لكم ازاي بس انتوا فاهمين. وطبعا مش عايزين ننسى شويه البقدونس مع شويه النعناع اللي بيبصوا بينقلوا الاكله دي في حته تانية خالص، مع شويه بقى طحينه كده في الاخر. مع كل ده انا بجد جوعت تاني دلوقتي، مش عارفه اعمل ايه. وبجد يا جماعه احذروا مني لما اكون جعانه بالليل بدخل المطبخ، والله العظيم بخرج باختراعات زي اللي انتوا شايفينها دي. بيني وبينكم كده انا لما عملت الاكله دي ونجحت معايا حسيت بغرور بسيط كده، غرور كان هيخليني اخد الشاورما دي وانزل ابيعها تحت بس البيت. ده بجد من كتر حلاوتها وطعمتها، ويعني انا بجد مش عارفه اقول فيها ايه بصراحه. ومش عايزين ننسى يا جماعه ان الاختراع ده انا عملته علشان كنت جعانه بالليل.